السلام عليكم حبايب قلبي، شو اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد عسى ان تستفادوا منه او يحفزكم شيء قليل. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، تقبل الله صيامكم وقيامكم، امين يا رب العالمين. اليوم حبيت اشارككم فطورنا وحبيت اشارككم يومي، عسى وعلى ان يفيدكم بشيء او ولو بشيء بسيط حتى لو يحفزكم. هنا هاي زوجي جاب لنا هاي الجزامة، شاف الشكل مثل ما يقول غراء عبالة، يعني هي زينة بس والله طلعت مو زينة، ويعني ما أنصح أحد ياخذ من عندها، يعني مو عملية. سعرها 13,000. وشوفين الشكل بالكرتونة شوفه هو عبالة نفسه. طبعا هي شلون اللايلون هذا اللي يسوون منه جنط هاي مال الملابس، بس كلش مو زينة، يعني هو يسوي بيها شققت، فأنا خليتها شي مؤقت لحد ما أجيب شي أحسن من عندها. وهنا حبايبي هاي الألوان كلها ورايح ملاقي بس هذا اللون زين حبايبي، فكلش مو زينة وما أحبكم إنه تجيبون من عندها، فحبيت أقول لكم إنه هي مو خوش جزامة. وهنا هاي حبايبي هم جابلنا هاي الآية علقناها، وجاب لي نشرة ثانية خليتها هنا مثل ما تشوفون، ورتبت هذا المكان ومسحت الأخشاب ونظفت البيت. وهاي كانت بين البيبان، خليتها من هاي الصفحة وخليتها بمكانها هذيك الآية القرآنية، الحمد لله هي بيها سورة الحمد وبيها آية الكرسي. زين عود عبالة النشرة نفس هاي طلعت لا هاي أطول 3 مترات، وهاي هلال هذيك لا جامع بس صغيرة، هاي 10 قلوبات، هذيك 10 قلوبات، هاي 12 قلوب، هاي 10 قلوبات وأقل من عدة بس نفس السعر. بس أنا خليتها بهالشكل هذا، ما خليتها يعني على الحائط، يلا فترة وأغيرها. وهنا هاي راوتكم السمكة قبل يوم جابها ويا الفطور فما لحقنا، خليتها ثاني يوم. وهنا هاي سمكتنا حبايبي راح نخلي لها حبشكلاتنا، او راح نخلي لها الاشياء اللي تتخلى عليها، وخلطتنا السحرية ونخليها بالفرن، وسهمنا وسهمكم العافية. طبعا من دون كل الأيام اليوم لأن أريد أخليها بالفرن الكهرباء كل ساعة تطفى وتشتعل تطفى وتشتعل، بعدين لا والله الحمد لله والشكر جرت وخليتها بالأوفن. هنا هاي حبايبي مثل ما تشوفون نغسل سمكتنا بهاي الطريقة هاي. وخبروني شلونكم بشهر رمضان، شلونكم بالصيام؟ الحمد لله لا جوع ولا عطش، الأيام خفيفة ويعني مو ذاك العطش يعني ولا ذاك الجوع، لأن النهار بعد قصير والجو بارد، فالحمد لله استغلوها واستغلوها بالصيام والصلاة وقراءة القرآن والتذكير حبايب قلبي والاستغفار، وتصدقوا للفقراء. يعني هي أيام مباركة وتجي شهر بالسنة، فحبوا استغلوها بأشياء مفيدة، يعني أحسن ما تستغلوها بس بمجرد طبخ وتركيب. يعني أنا هاي البارحة الحمد لله والشكر قدرت يعني أقرأ قرآن بالليل جزء، وقيام الليل الحمد لله، يعني ماكو منعست فقلت خل أستغلها، ويعني حسيتها شي خفيف، يعني حتى يعني وراها نمت لي ساعة ونص هم، يعني حسيت الحمد لله أقدر أنه أقوم الليل أو أصلي وأقرأ قرآن. يعني والله حسيت براحة نفسية من قعدت الصبح، حسيت أنه شلون كان واجب علي وكملته. وهنا جينا تتبيلة سمكتنا، أول شي نحط لمندوزي وملح وعصرة نص ليمونة، وشكشكتها مثل ما تشوفون بالسكينة حتى يتغلغل الحموضة داخل السمكة، ووراها أخليها بالفرن تستوي نص استواء بس من جوا بشعل الفرن، وراها أخلي لها الخلطة راح أسويها وياكم. وخلطتنا سهلة طبعا أكيد الكل تعرفها. وهنا حبايبي مثل ما تشوفون شبعتها حموضة لأن هم يحبوها حامضة، وارجع أشكشكها مرة ثانية حتى يدخل المواد اللي خليتها عليها داخل السمكة. طبعا أنا كل مرة أجيبها أشويها برا، بس هسه هذا اللي يشوي اليمنة معزل صار له فترة فما أعرف، كنا دائما أنطيه 3000 هيجي يشوي لنا إياها، والله طعمها كلش طيب على الحطب، أطيب من الشوي بالبيت، بس شو نسوي معزل وماكو حد يمنا يشوي، واللي يشون أبعد على الشارع بعد وما أعرف يعني حد يروح. وهنا جيت حبيت أشارككم سويت وياها تمن أحمر، وهم طلعت كلش طعمه طيب. وخليت له شعرية اليوم لأن بنتي تحب الشعرية بيه، هم ما يحبون بيه شعرية، بس هي قالت لا ماما ضيفي لنا شعرية.
وحبيت أرحب بالمتابعين الجديدين وأقول لكم يا هلا بيكم وكل الهلا، ونورتوني ونورتوا القناة، وأشرف بكم حبايبي كلكم على راسي طبعا. وأنا كلش أفرح من أطب وألقى مشتركين جدد، أحسهم شلون يعني صارت القناة تكبر بيكم، وكلكم خواتي وأخواني وعلى راسي حبايب قلبي، وأشرف بكم جميعا اللي من محافظاتنا واللي من العراق واللي من برا، وعندي بنات من المغرب وعندي من السعودية. ويا هلا بيكم كلكم حبايبي وعلى راسي، أتشرف بيكم خوات وأخوان عزيزين، ويا رب تكبر بيكم القناة، وعسى وعلا تعجبكم فيديوهاتي، والقادم أحسن وأجمل إن شاء الله بوجودكم. وهنا مثل ما تشوفون هذا التمن الأحمر ضفت له ظرف ماجي وملح وشوية فلفل وبصل وشعرية، وراح انتظره لحد ما يغلي وارجع اخلي عليه الماء. طبعا هاي بنتي صارت سولتها بيها كل ساعة فاتحة السحابة وسادتها. وهنا اخذت لكم لقطة من الكناريات اللي مبزعاتني بالدخن مالتن، اغسل الطرمة ويرجعني وسخن، شو اسوي؟ خطية هم نباوع عليهن شوية. وهاي سمجتنا بالاوفن بعدها شوية واطلعها اخلي لها الصلصة مالتها. وهنا هاي التمن مالتي البسمكة، طبعا انا استخدم تمن محمود طعمه كلش طيب، وهاي غسلته وراح اضيفه على الخلطة البرة مال جدر التمن. وهنا حبايبي بعد ما نط التمن غسلة زينة نخليه على صفحة شوية ينقع، وبعدين نروح نضيفه على الجدر. وإذا تحبين فترة طويلة تنقعيه شوية تضيفي له ملح حتى حبايته ما تتكسر. أثناء الغسل تخلي له ملح راح يروح النشل بيه، والحباية تبقى وما تنكسر عندك ولا تتفتفت. طبعا اليوم ما سويت طبق حلو، كنت ناوية اسوي تسرد، اسوي خلية النحل قلت، او اسوي لهم فشي معجنات، بس الطحين اللي يمنا جابوا لي اياه مو خوش طحين، فدا انتظر يجيبون هذا الطحين اللي انا استخدمه، وكلش يعني طحين زين بالمعجنات. وهاي خلطتنا للسمكة خاشوقة مال معجون. طبعا انا خليت خاشوقتين رجعت قللت من عدها لان يصير مو كلش طيب المعجون بيها هواية، شفته هواية صار فما أحب معجون بيها هواية. وضفت دبس الرمان، هاي حبايبي مثل ما تشوفون. وراح أضيف كاتشب، طبعا ما خليت أي بهارات لأن البهارات تغير طعم السمكة. وشوية خليت زيت لأن إذا عندي زيت الزيتون بعد أحسن، بس أنا ما كان متوفر عندي ضفت الزيت، وشوية ملح وعصرة ليمونة وياها مثل ما تشوفون. وراح أخلطها وأخليها على السمكة، وصير طعمها كلش طيب حبايبي، وجربوها واعتمدوها لهاي الخلطة. حتى بالدجاج طبعا هاي الخلطة تصير كلش طيبة، ويعني بس بالسمك حاولوا لا تخلون بيها بهارات، نصيحة يعني والله العظيم للسمك لا تخلوا لها بهارات. يجوز للدجاج عادي تتحمل البهارات يصير طعمها كلش طيب، بس إذا تخلون للسمكة ويا بهارات يضيع طعم السمكة. وهنا ضفت التمن على الجدر مالتنا لأن المي ما تغلى. طبعا أنا أركب برا وأركب الشوربة المحلبي أو الكاستر أو الأشياء البسيطة بالمطبخ الجوا. هنا حبايبي بعد ما خلصت تمنا راح ننتظره ينشف من المي وراويكم بعدين شلون صار. هاي ضفت بعد شوية دبس الرمان، وهنا حبايبي حبيت اقطع وياها طماطة وبصل قلت حتى هم يصير وياها طيب بالدهن بالصينية.
طبعا حبيت اطول لكم الفيديو اليوم وصار يعني طويل حتى لا تملون من عندي. والله ردت اقصره شوية بس بعدين قلت خلي اسويه طويل شوية يحفزهم وحتى ينال اعجابكم. وهنا رشة ملح. طبعا حبايبي كلشن نادرات وكلشن مرتبات، تعرفون هاي الخطوات وجوز احسن مني بعد بخاطات، بس هو مجرد روتين تحفيزي ويسوي لنا واهس. يعني انا اباوع بعض القنوات والله اخذ من عندهم فكرة، نوبات تحفيز. يعني والله العظيم هواية قنوات انا مشتركة احب يعني اباوع الروتينات، ولو شي بسيط اشوفه نوبات استفاد من عنده ويحفزني ويفيدني. يعني ماكو شي ما يفيد وما يشجعك يعني من تستفادين من عنده ولو شي بسيط. وهنا حبايبي اني يعني من اشتغل ما اخلي المواعين تتراكم علي، وياها مثل ما يقول اغسل وانشف وارجع بمكانها. اذا اخليهن يتكون يصيرن واو. بس هي يعني اليوم لان سمك وتمن وهاي المواعين تكون قليلة مو هواية، بس ورا الفطور المعضلة كانت كبيرة فقبت الزفرة مال سمك بالبيت وصارت ريحة مال شوي، لان بالمطبخ شويت بالاوفن. وراها حبايبي سويت لي خلطة ونظفت البيت تنظيفه وبخرته، صارت ريحته كلش طيبة. طبعا هو تنظيف بالنهار وتنظيف ورا الفطور وصلوات على محمد. رمضان كراب من الصبح لليل، الحمد لله والشكر. والنوبة يشهون، هذا اللي يشتهي له كيكة، وهذا اللي يريد حلويات، وهذا اللي يريد كاستر، وهذا اللي يريد كاكاو. طلبات المستمعين اللي ما تخلص. وهذا اللي يدورون شاي ورا الفطور. وبعدين تعال سوي لنا عصير. البارحة الساعة 12 بالليل قوموا ماما سوي لنا عصير مال فواكه، وقمت بالليل والله شو موجود بالثلاجة خلطت لهم اياه وسويت لهم اياه عصير. وهنا حبايبي استوت عندي السمكة على النص، بس شعلت الفرن من جوا. هسه راح اضيف لها الصلصة مالتها واشعلها من فوق، وهم ابقى شعلتها من جوا. طبعا اخذت مني السمكة حوالي ساعة وربع. اي والله خليتها الساعة 5 طلعتها 6:15. يعني ويا الفطور تماما. البارحة فطور كان 6:28 دقيقة تقريبا، فويا الفطور تقريبا استوت السمكة مالتنا. وهنا حبايبي اسفة على صوت لان قريبة انا على الشارع، والصوت يعني انتم متعلمين عادي مادام احنا بالعراق نسمع هاي الاصوات دائما. حبايبي اذا وصلتوا وياي لهذا الفيديو ارجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ويوصلكم كل شيء اني انزله واي شيء جديد اضيفه للقناة حبايبي. واتمنى تكبر بكم قناتنا وكلكم محبوبين وعلى راسي واتشرف بكم. وطبعا تعليقاتكم كلش حلوة وايجابية، وكل البنات الموجودات والموجودين بالقناة طبعا كلهم على راسي واتشرف بكم. ومن تعليقاتكم مبين عليكم ناس طيبة، وكلكم اخوان وخوات حبايب قلبي. ويا هلا بكم مرة ثانية وثالثة واتشرف بكم، وان شاء الله تكبر بكم القناة وهاي قناتكم يا ربي ان شاء الله تعجبكم. ومن اشوف تعليقاتكم طبعا اتحفز وانزل لكم فيديو اطول واطول واشارككم روتينات بعد اكثر. وهنا تشوفون الفرن صار دمار شامل. وراها جبت المونكس ونقعته وجلفته كله جلفة زينة ونشفته. وهنا هاي اني مسوية اعوذ بالله من كلمة اني مسوية اللهانة وحضرتها قبل. انا دائما قبل يوم اسويها وخلي لها. هاي طبعا شاركتكم اني وهاي القناة اللهانة مالتي. احط لها دبس الرمان، بس مو هذا دبس الرمان. دبس الرمان اجيبه من ابو الطرشي يكون لونه وردي نفس لون اللهانة، واحط لها ليمون وملح ولمندوزي وخاشوقة الشكر وعصرة ليمون. وهي هاي السر مال طعم مالتها يصير بالدبس الرمان اللي اجيبه اني، واخليه يصير لونها كلش حلو وطعمها يخبل. طبعا ما ياكلون زلاطة بقد ما ياكلوها، وجربوها بهذا دبس الرمان اللي لونه وردي وشوفوها ايش قد طيبه. طبعا انا اجيبه منه بالطرش، اجيبه ب1000 دائما اخليه بس للهانه، لان هو ما يفيدني يعني بالطبخ. هنا عندنا الطرشي مالتنا طبعا كان كلش حار فما اكلوا بس سلطه اللهانه.
وهنا حبايبي حضرنا المقبلات مالتنا مثل ما نقول الخفيفة والبسيطة. طبعا ما سويت زلاطة، قلت لهم اليوم لا تسوون زلاطة، يوميا يثرمون الزلاطة وتبقى حبايبي ما حد ياكلها. وهنا ما حد راح جاب لي لبن الوزن، فهذا اللبن عندي مع السحور خليته وسويت وياه لمندوزي وملح وشوية ليمون بالاخير خليت، بس ما صورت لكم الليمون لان قريب ما نريد نصب، عصرت عليه نص ليمونة وصار طعمه كلش طيب. وهذا حبايبي التمن مالتنا، وعذروني على بدأ التعليس لأن صايمة وحلقي يابس ودائما تجي لكم الفيديو. طبعا صار حباية والثانية زين. طبعا صار تمن كلش طيب وطعمه دمار وهو الشكل يحكم. طبعا ايد لازمة الموبايل وايد دا اقلب بالتمن وشفتها ما رغمت. اني ورا ما اكمله واريد اهدره اخلي عليه كيس لايلون نظيف، طبعا اغسله واقبغه فشي يصير شكله كلش طيب، يعني يصير هيجي نتنفش التمناية بسرعة يتهدر عندي ما يطول من احط له كيس لايلون. وهنا حبايبي كملت السمكة مالتنا وسهمنا وسهمكم الف عافية. وشوفوا شكلها النهائي، وهاي تمنا والشوربة مالتنا وسهمنا وسهمكم العافية. وهاي سفرتنا البسيطة حبايبي شاركتكم بيها ورا الفطور. بدت رحمة الله وبدت الهوسة وبدأ المهرجان مال التنظيف. لازم نسوي خلطتنا الجبارة، هي قاصر وزاهي وتاي ورشيت معطر بالاخير بالقاع ومسحته مسحة بسيطة. طبعا هذا زاهي، التاي طوري، العطر مالته كلش قوي. يلا قضى على الزفرة مال البيت. هاي طبعا اني بالكاميرا اصور لكم بالماسحة، بس وراها شفت ايش سالفة ما تصرف، وخرت التليفون وقمت انقع بالقاع وامسح بايدي. يلا حسيت نظفوا هاي بنتي غسلت لنا الطرمة، يعني تقولين سوينا حملة ما بعد الفطور الا شي، يعني ما اعرفش. يلا حسينا البيت شوية ريحته تغيرت. وحبايب البيت يعني ما يحلى اذا موجود بناتي، الله يحفظهم ويحفظ بناتكم. وحدة على الماعين والثانية وياي على المسح، وحدة غسلت لي الجراج. الله يحفظكم ويحفظهن يا رب العالمين. والله طبعا اذا مو هن اني لا الحق ولا اقدر اسوي شي زين. طبعا هم فشت احسهم ايدي، ويعني مثل ما يقول ايدي اللي هو هن يعني اللي يساعدني بنات، وهن اللي يعينني بالشغل. صح يجن من المدرسة خطية وصايمات ياخذ الريست ينامن شوية وراها يقومن وياي ماما شو اسوي لك، وورا الفطور اقولهم لا كافي ماما روحوا اقروا بعد اني ما عندي شي. وهنا ورا ما كملنا مسح بيتنا وتنظيفه راح مبخره، وكل كان نادرات اعرف وكلكم تبخرون وتشعلون بخور. طبعا هاي احنا الاجواء مال رمضان كل بيت عراقي وبيت يعني مثل ما يقول عربي يستخدم هاي الاجواء ونفسها ونفس الشي حبايبي. تشعلين البخور وتعطرين البيت ورا الفطور او قبل الفطور، بس اليوم انا قبل الفطور ما بخرته لان الزفر والسمج، فقلت ورا الفطور انظفه تنظيف زين وابخره. انا هاي حاطه مبخرتين، واحده حطتها بالممر وواحده حطتها بالمطبخ. وأرجو حبايبي أن نال إعجابكم الفيديو مالتي، ولو استفاديتوا منه شي بسيط ولو حتى يحفزكم. وإن شاء الله ألتقيكم في فيديو قادم، وشوفوا الأجواء وشوفوا ورا البيت ورا متنظفين نظافة وريحته كلش طيبة.
وهنا حبايبي بديت أطفي بالأضوية حتى نقعد ونستقر بعد، لأن ما عدنا خلصنا كل شغلنا وراح نقعد على التلفزيون. وراها صبيت لهم شاي أنا وزوجي، طبعا البنات ما يشربون شاي، فراح اشترى لهم خطية. وهاي بدت المسلسلة مالتنا اللي نتابعها. طبعا هو بس هاي المسلسلة، وراها يديروا على الانترنت ويظلون يباعون، لأن ما متابعين شي هم على التلفزيون، كل القنوات يباعوها على الانترنت. وهنا كملنا تنظيف بيتنا الحمد لله والشكر. والأجواء ما أقولكم مرة الفطور إلا كلها 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 حلوة وكلش محفزة. وهنا حبايبي ما يحلى الشاي إلا ويا الجوز. من قلت لكم زوجي راح للفاتحة، راح أعتقد للموصل الفاتحة مالتهم، وجاب لنا وياه جوز، وطلع الجوز كلش طيب يعني بحيث بساعة يتكسر. وهنا صبيت شاي لأن هو كان بعد ما يجي دزلنا البنات يشتري لهم. وهنا الشاي ويا الجوز طبعا ماطو كلش طيب. وهنا حبايبي أجي وياكم من نهاية الفيديو، والتقوني فيديو قادم وروتين قادم من قناتنا. وهلا بكم مرة ثانية، وإن شاء الله أكون خفيفة عليكم، وباي.